هاي يا حلوين، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده دلوقتي. بفكركم لو لسه ما اشتركتوش في القناة لحد دلوقتي اشتركوا من زرار سبسكرايب او اشتراك الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا اشعار اول ما نزل اي فيديو جديد. وما تنسوش كمان ان انا برد على كل الاسئلة، فلو عندكم اي سؤال اكتبولي تحت في الكومنتات وانا هرد عليه. ويلا بينا نبدأ ريفيو النهاردة، وبتمنى الفيديو ما يكونش ممل لاني هقول فيه حاجات كتير، بس تتأكدوا ان اي نقطة بتكلم فيها مهما كانت بسيطة دي هدفها الاول والاخير اني افيدكم. طيب النهارده بقى هنتكلم عن كريم فيتي كولاجين سبيشالست، وزي ما تعودنا بنتكلم عن كل حاجه تخص المنتج، المميزات والعيوب والسعر والحجم، وبنستخدمه ازاي وامتى، وينفع لمين وما ينفعش لمين، وتجربتي انا الشخصيه وكل حاجه. فلو مهتمين تعرفوا كل ده بليز كملوا الفيديو للاخر. واول حاجه هنتكلم فيها هي مكونات او تركيبه المنتج. هو فيه كولاجين طبعا، وفي فيتامين سي، وفي ثيرمال ووتر، وفي جليسرين، ومكونات تانية طبية كتير هحطها لكم على الشاشة عشان لو مهتمين تعرفوها. وهرجع للمكونات تاني وهعلق على كام نقطة بس كمان شوية. خلينا نتكلم عن فوائد الكريم او مميزات الكريم. اول حاجة هو بيحسن جدا من انتاج الكولاجين في البشرة، وده علشان فيه مادة السيليكا وده الهدف الاساسي منه. تاني حاجة هو بيزيل الجلد الميت الموجود على البشرة بسهولة جدا. تالت حاجة هو مقاوم للتجاعيد وعلامات ترهل الجلد والتعب والخطوط الرفيعة، وده لأنه بيحتوي على كولاجين، وده الهدف الأساسي زي ما قلت من استخدام الكريم. كمان هو بيحسن من مظهر الوجه بشكل عام. كمان بيخلي البشرة مرنة وبيجددها وبيحميها من التجاعيد والبهتان والخطوط الرفيعة. كمان هو خالي من البارابين، والبارابين ده هو مواد حافظة ومن الأفضل ما تكونش موجودة في أي منتج بنستخدمه. طيب من مميزات الكريم كمان إنه المفروض إنه مناسب لكل أنواع البشرة، وده اللي مكتوب في الموقع الرسمي لفيشي، وهتكلم في النقطة دي. يقال كمان ان كريم كولاجين سبيشالست آمن تماما على البشرة الحساسة ومش بيسبب اي تحسس للجلد. الكريم كمان بيحتوي على مادة اسمها بروبانديول، هحطها لكم على الشاشة عشان لو بنطقها غلط. المهم المادة دي بتحافظ على ان الجلد يفضل مترطب لوقت طويل. الكريم كمان بيحتوي على مواد شمعية، ودي بتساعد على زيادة قوة طبقات الجلد، فبالتالي هتحد من مظهر التجاعيد. كمان الكريم فيه احماض دهنية، ودي بتخلي البشرة مترطبة وناعمة اكتر. هقول لكم على كام ملحوظة صغيرة وبعدين هقول لكم عيوب الكريم. اول حاجه الكريم فيه مضادات اكسده، بس بتيجي بتركيز بسيط جدا. مضادات الاكسده دي بتساعد البشره انها ما تتاثرش بالتغيرات اللي بتحصل في الجو، سواء تراب او هواء او شمس. تاني حاجه وهي حاجه مهمه جدا، فيتامين سي الموجود في الكريم مش فيتامين سي بيور، هو مشتق من فيتامين سي واسمه اسكوربايل جلوكوسايد، والماده دي بتستهدف اكتر علامات الشيخوخه، وكمان بتفتح لون الجلد، وهي كمان مضاد اكسده وبتيجي في الكريم بتركيز قليل، ودي نقطه ما تحسبش البيشي. من سلبيات المنتج كمان انه فيه كحول، والكحول يا جماعه حاجه طبيعيه في اغلب المنتجات، وبيكون موجود علشان يخلي المنتج قوامه اخف، وكمان علشان مكونات المنتج او التركيبه تبقى متجانسه اكتر. بس هو في الكريم جاي بتركيز عالي، والطبيعي من شركة كبيرة زي فيشي وكريم غالي زي ده الكحول ما يبقاش تركيزه عالي، وده من الاخر ليه ميزة وعيب. الميزة ان الكريم هيكون خفيف وامتصاص البشرة ليه احسن. العيب بقى مش هيكون كويس ابدا لو البشرة حساسة، يعني ممكن البشرة الحساسة تتأذى بسبب زيادة الكحول. ده غير بقى انه مع الوقت ومع الاستمرار في استخدامه البشرة هتفقد الترسيب الطبيعي بتاعها. دي اخر ملحوظة بقى، الكريم فيه عطر، بس العطر اللي فيه تركيزه قليل جدا جدا ومش هيسبب اي تحسس للبشرة. تعالوا نتكلم بقى عن العيوب. اول واهم حاجة سعره، هو غالي بالمقارنة بمنتجات تانية، هحط لكم السعر على الشاشة. تاني عيب العبوة نفسها حجمها صغير، واكيد هتحتاجي اكتر من عبوة عشان توصلي للنتيجة اللي انت عايزاها، وهي حجمه 50 ملي بس. تالت عيب وهو انك ما ينفعش تستخدميه لمنطقة حول العين، والسبب انه تقيل على المنطقة دي. والعيب الرابع واللي هو مشكلة كبيرة بالنسبة لي ان الكريم مش بامب، يعني كل ما هتحتاجي تستخدميه هتضطري تفتحي العلبة وتحطي صباعك جوه الكريم وتطلعي المنتج وتستخدميه، وهكذا كل مرة. فكل مرة المنتج هيتعرض للجو وللهواء، وممكن يحصل له أكسدة مع الوقت.
وبالتالي مش هيديكي النتيجة او الافكت اللي كان بيديهولك اول ما بدأتي تستخدميه. فكان من الاحسن لكريم غالي زي ده انه يتحط في عبوة تكون بامب. لسه عيوب الكريم ما خلصتش، هكمل لكم وانا بتكلم عن تجربتي الشخصيه. خلوني اقول لكم الاول نستخدم الكريم ازاي وامتى. نستخدمه عادي زي اي كريم مرطب، المفروض مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل قبل النوم. بعد غسل الوش على طول بتنشفي وشك كويس جدا. اهم حاجه بالطبطبه مش بالمسح، واهم حاجه كمان قبل ما تستخدمي الكريم تكون بشرتك جافه تماما، وبعدين تاخدي كميه مناسبه من الكريم وتوزعيها على بشرتك وبس كده. تعالوا بقى اكلمكم عن تجربتي الشخصيه وبعدين هقول لكم من الاخر الكريم ينفع لمين وما ينفعش لمين. اشتريته من حوالي شهر وبدأت اني استخدمه اول مرة بالليل قبل ما انام بنفس طريقة الاستخدام اللي قلتها. انا ما كنتش محتاجاه وقلت اجيبه كبروتكشن لبشرتي في المستقبل. المهم بجد من اول استخدام صدمني، هو تحفة، ملمسه على البشرة حلو جدا، مش بيلزق والبشرة بتشربه بسرعة وبيخلي البشرة ناعمة جدا، وفعلا بتحسي بالنضارة من اول استخدام. تمام كده لحد هنا حلو قوي. انا نمت ولما صحيت لقيت طلع لي حبوب، وانا عندي النقطة دي الوحيدة اللي تخليني اكمل استخدام المنتج او اوقفه، هي انه يطلع لي حبوب. المهم قلت مش منه، هستخدمه مرة كمان ومش هحكم عليه من أول استخدام. طبعا في نفس اليوم تاني بالليل استخدمته ونمت وصحيت لقيت نفس الحكاية ولقيت حبوب جديدة، واستخدمته تاني حصل نفس الحاجة، واستخدمته 4 أو 5 مرات. بعدها قررت إني خلاص أنا مش هستخدم الكريم وهوقفه. لما وقفته لقيت إن الحبوب دي بدأت تقل وخلاص مش بيطلع حبوب جديدة، فتأكدت إن للأسف الكريم كان السبب في إن يطلع لي حبوب. من الآخر بقى واللي عايزة أقوله، لو بشرتك دهنية جدا ومعرضة للحبوب او بيطلع لك حبوب بلاش الكريم خالص، ان في منتجات تانية كتير بتقدم لك نفس الغرض بتاعه باسعار اقل. طيب من الاخر بقى الكريم ينفع لمين؟ لو بشرتك جافة او عادية او مختلطة ومش بيطلع لك حبوب ينفع تستخدمي الكريم عادي. ولو انتي فوق ال30 سنة وعندك شوية رينكلز خفيفة ممكن تستخدميه وهيكون كويس جدا. ولو انتي في سن ال20 وعايزة حاجة وقاية او حماية لبشرتك في المستقبل، وعايزة حاجة تحفز الكولاجين وبشرتك، اي حاجة تانية غير انها تكون دهنية جدا، جو اهيد هاتيه وجربي لو ميزانيتك تسمح طبعا. ولو عايزين تشتروا الكريم او اي برودكت تاني هتلاقوه موجود على نون. اوقات كتير جدا نون بتعمل اوفرز على حاجات الجمال والعناية بالبشرة والشعر، وكمان انا عندي 3 برومو كود هسيبهم لكم على الشاشة. لو طلبتوا من نون واستخدمتوا اي برومو كود منهم هيديكوا 10% خصم اضافي على اي حاجه هتطلبوها. لو حد بيفكر يشتري المرطب ده من فيشي للبشره الدهنيه والمختلطه، انا عامله عنه ريفيو بالتفصيل هتلاقوه على القناه وبجد هتستفادوا منه جدا. هتلاقوا لينك الفيديو طلع لكم دلوقتي على الشاشه، وكمان هحطه لكم في اول كومنت وفي الديسكربشن تحت الفيديو. بس كده ده كان كل الفيديو، واتمنى يا رب تكونوا استفدتوا واكون اتكلمت في كل حاجه تخص الكريم. لو عندكم اي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات، انا برد على كل الاسئله. ولو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكمان تعملوا شير مع صحابكم عشان يستفادوا زيكم. ولو لسه ما اشتركتوش في القناه لحد دلوقتي اشتركوا وكمان فعلوا جرس الاشعارات عشان يوصل لكم اشعار اول ما انزل اي فيديو جديد. وبس كده، باي باي.